بقول له سقيني ريق ناشف، طب هات لي اكل انا جعانه. يقول لي مشي لقيت الزلعميه. مشيت رحت بقى المستشفى دار القمه زي ما انتم شايفين، دخلت اهو. واذا وانا داخله يا اخويا ويا اختي ويا اخواني كلكم، لا بيا ولا عليا، بصيت لقيت اللي بيخبط على كتفي من ورا بيقول لي يا استاذ يا استاذ. انا فكرته فانز وكده، لقيته بيقول لي ايه ده انت بتصوري؟ ايه ده مره واحده الاقي الفلاش في وشي؟ انا مالي ومالك يا عم؟ او انا هصورك انت ليه؟ اكيد بصور نفسي يعني، او انا اللي بتصور. الهدف من التصوير وجودي انا مش وجود حضرتك اكيد يعني. بصراحه اول ما فهمت وجهه نظري وهو عرض عليا وجهه نظره، احنا الاتنين فهمنا كلام بعض، ولا انا زعلت ولا هو زعل. بس انا في اول الكلام كنت متضايقه. نيجي بقى للصوره دي، الصوره دي صوره الدكتور هشام عبد الله. اتضح انه مش دكتور ولا جراح سمنه ونحافه، اتضح انه دكتور ومداوي للقلوب التعبانه. بجد شابوه ليك يا دكتور، انا بعز حضرتك قوي، حضرتك تحترم، مثال مشرف، بيتعامل معانا كاننا اخوات وولاد وبس مش اكتر.